يا مساء الفل. النهارده معادنا مع ابيسود 6 في البلاي ليست بتاعتنا بتاعت دوكر لايك برو. النهارده هنتكلم عن برودكشن جريد دوكر فايلز. هنركز النهارده على 9 غلطات بيستخبوا كده في الدوكر فايلز اللي احنا ساعات بنكتبهم، وبالنسبه لنا الدوكر فايل ده شغال، بس الحقيقه ان هو في مشاكل كبيره جدا وراه، اللي هم ال9 اخطاء اللي هنتكلم عنهم وازاي نصلحهم، وايه الفكره من ان انا اصلح الاخطاء دي. طيب، ولازم نفرق قبل ما ندخل في التفصيله دي ان احنا الدوكر فايل اللي بنعمل بيه بيلد للاب مش لازم يكون هو نفس الدوكر فايل اللي انا بعمل شيب بيه للبرودكشن. وده هنفهم ازاي بقدر اقسمها نفس جوه الدوكر فايل، ان عندي جزء ببيلد بيه وجزء برن بيه للبرودكشن، او ده بيبقى في الاخر اللاير او الايمج اللي طالعه في الاخر ترن على البرودكشن. ماشي، الديمو بتاع النهارده انا عملت مينيمال كده اكسبريس اي بي اي، حاجه بسيطه خالص. بس عشان فور ذا سيك اوف ذا ديمو ان احنا عايزين نركز على الدوكر مش على نود، فده سمبل ابلكيشن اكسبريس في 2 اي بي ايز، واحده بترجع هلو فروم اكسبريس، وواحده هيلث اند بوينت. في 3 بيلرز اساسيين لاي برودكشن ايمج عشان نقدر نوصل لها. مهم قوي نهتم بالايمج سايز، ان انا اركز انا بستخدم انهي بيز ايمج. بستخدم الايمج بتاعت نود فيرجن 20 اللي هي البيز ايمج اللي هي فيها كل الفيتشرز، ولا مستخدم اللايتر ويت منها. الميزه ان كل ما الايمج سايز ده كان اصغر، كل ما البوش بيبقى اسرع، كل ما البول بيبقى اسرع، كل ما اقدر اديبلوي اسرع. وطبعا باكسبوز حاجات اقل، لان الايمجز الكبيره فيها تفاصيل اكتر، وفيها داتا اكتر، وفيها ممكن vulnerabilities اكتر. الجزء التاني اللي هو السكيورتي بوستشر، ان انا اخد بالي ان مفيش بلين تكست سيكريتس خالص تتحط في الايمج لايرز اللي طالعه. مفيش بروسيس بترن جوه الكونتينر ده مستخدم فيها روت يوزر اكسس. اركز انا ان انا دايما شغال ليست سيرفيس وليست بريفليج، دايما مدي اقل بيرميشنز الحاجه دي محتاجاها عشان تعرف تشتغل. والران تايم كوركتنس ده البيلر الثالث، ان انا محتاج اخد بالي ان الايمج دي او الكونتينر بتاعي ده لما بيحصل ترمينيت سيجنال او كيلينج سيجنال للبروسيس، اتاكد ان البيهيفير هيبقى مظبوط مع الريستارتس مع الديبلويز. وده هيبان في الدوكر فايل اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. ايه ال9 غلطات؟ اول غلطه ليها علاقه بالسايز، اللي هي ان احنا استخدمنا بيز ايمج بدل الباين ايمج، والالباين هي فيرجن لايتر من البيز ايمج، فيها حاجات اقل، فيها اكسبوجر اقل، فيها فولنربيلتيز اقل. بس انت ممكن تبقى محتاج البيز ايمج وانت بتنستول سبيسيفيك ديبندنسيز، فهنشوف ازاي اقدر اميكس بين الاثنين لو انا محتاج. ولو انا مش محتاج استخدم الالباين على طول، سواء في الانستوليشن او في الرننج. الغلطه الثانيه في السايزنج ليها علاقه باللاير كاشنج اوردر. ازاي باوردر اللايرز بتاعتي عشان استخدم الفيتشر بتاعت الكاشنج بشكل اوبتمايزد جدا. لو عملت اوردر غلط هسبب ان انا بقى هانفاليديت الكاش بدري، وهري انستول ديبندنسيز هي فعلا ما اتغيرتش، بس عشان في لاير قبلها اتغيرت. فالترتيب مهم جدا هنا هنتكلم عليه. تالت نقطة اللي علاقة بالسايزنج هي الديف ديبندنسيز. ازاي اقدر وانا بانستول اركز ان انا مش بانستول الديف ديبندنسيز، لان انا طالع برودكشن هرن الايمج دي، او انا ببيلد الايمج دي عشان ارن منها كونتينر في برود انفايرمنت، مش وقت الديفلوبمنت اللوكال ديفلوبمنت. الغلطة الرابعة ان انا ما يبقاش عندي دوكر اجنور، فبملى بقى الكونتكست اللي ببيلد بيه بملاه بقى بالنود موديولز والجيت فولدر. رابع نقطة بس هتبقى ليها علاقة بالسكيورتي، ان انا احط سيكريتس في الانف. فالحل ان انا استخدم الفلاج بتاع انف فايل واشاور على الانف فايل اللي انا عايزه. سادس غلطة اللي هي الرننج از روت السكيورتي.
الحل ان انا استخدم يوزر مختلف، في يوزر مختلف هنستخدمه اللي هو اسمه النود. الغلطة السابعة وهي ان انا مش هنبقى عاملين سات للنود انف، وده بيعرف اكسبريس ان انا عايز optimizations related للبرودكشن environment، فده لو مش محطوط هو هينستول الديف dependencies ومش هيعمل production optimizations. الغلطة الثامنة اللي هنشوفها ان انا الابليكيشن بتاعي بيرن كالبروسيس رقم واحد في الكونتينر، ودي حاجة اتكلمنا فيها قبل كده، لان الكونتينر عامل ايزوليشن بغض النظر عن الهوست ماشين في كام بروسيس راننج عليها. مشكلة نود وهي بترن از ده فيرست بروسيس يعني، او اللي هي الروت بروسيس، ان هي مش بتبعت السيجنالز، مش بتعمل جريسفul شوت داون للتشايلد بروسيسز، فبالتالي بيبقى في حاجه اسمها زومبي بروسيسز كده البيرنت بتاعها مش موجود وهي لسه ما اتعملهاش شوت داون مظبوط، تشايلد بروسيسز للبروسيس الاساسيه. فالحل بتاعها ان انا نستخدم حاجه اسمها دامب انت، ودي كانها هي اللي بتاخد البروسيس رقم واحد من النود علشان تميك شور انه ما فيش اي زومبي بروسيسز قبل ما تستارت الابلكيشن بتاعي. الغلطه الاخيره اللي علاقه برضو بالران تايم هي ان ما يكونش فيه هيلث تشيك، فانا ممكن يبقى الكونتينر فيه اصلا مشاكل ومش شغال بس عمال يتبعت له ترافيك وهو مش بيهندل اي حاجه، ده كله بسبب ان انا ما عنديش هيلث تشيك اتشيك عليه، فالكونتينر يا يقول لي انا هيلثي او مش هيلثي، فاقدر اعرف المشكله في ساعتها واحلها على طول. طيب فاحنا هنركز مبدئيا على الايمج سايز. زي ما قلنا اول نقطه فكره ان انا بستخدم بيز ايمج، فالدوكر فايل الباد اللي هو مش احسن حاجه يعني، اكتب حاجه اسمها اكتب from node latest. فدي مشكلتها في ايه؟ انا هنا مش عامل بيننج اصلا لنود فيرجن، فكده معناها ان انا كل مره ببلد الايمج دي ممكن ابلد بنود فيرجن مختلف، فممكن تبريك الابلكيشن بتاعي اصلا، ممكن اكون مستخدم حاجات مش كومباتبل مع نود فيرجن جديده. وفي نفس الوقت انا هنا بستخدم بيز ايمج، فالسايز بتاعها بيبقى كبير اراوند جيجا وشويه كمان، وبتكسبوز مي على حاجات كتيره وفولنربيلتيز فيها اكتر من الالباين. الميزه في الابروتش اللي على اليمين دوكر فايل اللي هو دوت برود ده، دي الفيرجن الاحسن، ان انا ابين النود عند فيرجن معينه زي فيرجن 20 مثلا، وطبعا ابجريد ده كده كده، بس ابقى عامل بيننج للفيرجن دي رقم واحد، واستخدم الالباين فيها حاجات اقل من البيز، فبالتالي vulnerabilities اقل، فبالتالي الايمج بتاعتي سيستحق اصغر اسرع في البولينج والبوشنج زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. تاني مشكله بتاعت اللاير كاشنج اوردر ان انا اعمل كوبي قبل الانستول. دي مشكلتها ايه؟ ان اي فايل هيتغير حتى لو ملوش علاقه بالديبندنسز هضطر ارن الام بي ام انستول لان حصل انفاليديشن في اللاير اللي قبلها. فالصح ان انا اكوبي الباكج جيسون الاول، مش محتاج اكوبي كل حاجه، محتاج اكوبي الباكج جيسون اللي هو فيه الديبندنسز هو الباكج لوك، وارن ام بي ام سي اي وده كلين انستول، لان الام بي ام انستول ساعات بيبقى فيه مشكله انه ممكن يابجريد الفيرجنز بتاعت الباكجز نجلكتنج اللوج فيرجنز خالص، فبريفيربلي بنستخدم السي اي. وكمان الفلاج بتاع الاميت ديف ان انا باجنور الديف ديبندنسز اللي هي ممكن تبقى حاجات ليها علاقه بالتستس انا مش عاوزها في الفاينل ايمج اللي طالعه هستخدمها في البرودكشن. بعد كده اعمل كوبي للسورس كود بتاعي، فده بيخلي الديبندنس بتاعتي بتفضل كاش لحد ما يحصل تشينجز في اللوج فايل، مش بسبب تشينجز في السورس كود نفسه. هنا بنتكلم عن ام بي ام انستول والام بي ام سي اي واتكلمنا عن الفرق اوريدي بتاعهم. مهم قوي يبقى عندك دوكر اجنور، لان الكوبي دوت اللي احنا عملناه فاحنا بنعمل كوبي اول في الكونتينر فايل سيستم. دوكر اجنور دي بقدر اقول ان انا مش عايزك تكوبي النود موديولز، مش عايزك تكوبي الدوت جيت فولدر ولا الدوت انف ولا اي حاجه فيها لوجينج او كفرج فولدر او فولدر البيلد اللي معمول عندي لوكال وهكذا. دايما الحاجات دي مهمه قوي، لانه لو نسيتها وعملت اللي هي الكوبي اول دي، انا هنا
باخد معايا فولدرز وحاجات ملهاش لازمه. هي كل اللي بتعملها هي هتكبر حجم الايمج وممكن يحصل فيها ليكج السيكريتس، ان انا I did not exclude الحاجات اللي ممكن يبقى وارد فيها سيكريتس، فممكن يسبب عندي بعد كده vulnerabilities. نيجي للبيلر التاني هو السكيورتي. طبعا مشكله ان انا اقدر ان انا اكتب سيكريت كده بشكل يعني بلين تكست كده خالص في الدوكر فايل، دي طبعا مشكله. فالاحسن ان انا اقول لدوكر انا عايزك تران والانف فايل هتجيبه من الدوت انف. فده بيحصل ان السيكريتس هنا بتليف في الران تايم مش في الارتيفاكتس. الايمج نفسها هنا لما اعمل الابروتش اللي في الناحيه البريفيرد، الايمج بتاعتي بتفضل كلين ما فيهاش اي سيكريتس. انما الناحيه الشمال انا هنا طلعت الايمج هي دايما فيها السيكريت ده، فاي حد هيعمل دوكر هيستوري هيقدر يشوف البلين تكست ده موجود في الهيستوري مكتوب كده. طبعا النقطه اللي بعد كده ان انا برن از روت. فانا هنا لو ما حددتش اي يوزر، هو الديفولت اصلا هيرن البروسيس دي كروت. مشكلتها طبعا ان ده بيحط الموضوع ان ريسك، لو حد عرف ياكسس الكونتينر ده هيبقى ليه روت اكسس على الهوست. فانا مهم اخلي بالي من النقطه دي، ان انا اديفاين سبيسيفيك يوزر. الميزه في نود انه اوريدي في بيلت ان يوزر اسمه نود بيجي مع الايمج اللي هي نود 20 الباين مثلا اللي هنستخدمناها، واقدر اريفير لي، وبقدر اخليه كمان في الاخر قبل الرننج، قبل الكوماند بتاع الستارت بتاع الكونتينر. لو انا عايز الانستوليشن بتاع الباكجز محتاج روت يوزر، فكده كده لحد الستاب دي اليوزر اللي كان يوزد فوق هو روت يوزر. انما هنا انا ابتديت اديفاين انا عايز يوزر نود ده نيو يوزر مش روت، هو اللي يرن، ما عندوش اكسس على الشell، ما عندوش اكسس انه يرن سودو كوماندز. فدي نقطه مهمه قوي. الجزء اللي علاقه بالران تايم هو ان انا ما احطش النود انف، فده بيخلي اكسبريس ما يعملش زي ما قلنا البرودكشن اوبتمايزيشنز، وممكن يرن فيربوز اصلا ستاك تريسز فيكسبوز حاجات فيها ليكج لسيكريتس او لانفو مهمه في اللوجز بتاعت الكونتينر. فمهم قوي ان انا اقول نود انف برودكشن. طبعا دي حاجه سبيسيفيك الاكسبريس ونود بس في الاخر انت اي لانجوج تستخدمها، اي تكنولوجي تستخدمها، احنا في الاخر بنتكلم في كونسبتس يشود يعني نفولو نفس البراكتسز دي، بس it depends على how will be implemented يعني كده كده في اللانجوج او في التكنولوجي اللي انت شغال بيها. بس هنا ده for the sake of the example هنا احنا شغالين باكسبريس. والنقطه اللي بعد كده الحته بتاعت دمب انت اللي قلنا بسبب انه نود عندها مشكله شويه في حته ان هي تكل التشايلد بروسيسز لما هي بترن از ذا مين بروسيس في الكونتينر، فبريفير يستخدم دمب انت قبل نود اندكس دوت جي اس زي ما احنا عاملين هنا. ده بيضمن لك جريسفول شات داون لما تيجي تستوب الكونتينر وتيجي تقومه تاني، مش كل مره يتبقى زومبي بروسيسز فلوتنج كده عندك، لا يبقى حصل جريسفول شات داون. واخر حاجه ان ما يبقاش عندك هيلث تشيك. فبالنسبه لي الكونتينر ممكن يبقى ظاهر ان هو راننج على طول، بس ممكن يكون في مشكله في ان هو ما بقاش قادر ياكسبت كونكشنز، في مشكله في الميموري. في الاخر ما عنديش هيلث تشيك يتشيك كل شويه ان الكونتينر ده صاحي وقادر ياكسبت ترافيك وشغال اكشلي، مش بس ظاهر لي انه راننج. فمهمه جدا جدا يبقى عندك هيلث تشيك اللي هي ممكن بقى اللي احنا بنسميها لايفنس وريدنس بروبس. بروب بيقول لك ان انا عايش، وفي بروب بيقول لك ان انا ريدي. احنا هنا عاملينه سيمبل ان هو بس يقول لي ان انا عايش، انا عندك هيلث اند بوينت. وده شكل الكومبليت برودكشن دوكر فايل اللي هنبص عليه في فيجوال ستوديو كود دلوقتي علشان نجرب شويه كوماندز كده هتورينا السايزز وتورينا فرق الفولنربيلتيز وتورينا الفرق في الايمج لايرز، هنشوفها عملي كمان. فده الشكل بتاع الدوكر فايل بعد ما حطينا كل الكومنتس والفيكسز بتاعتنا. فتعالوا نروح كده على الديمو ونشوف الكلام ده عملي، ونرن شويه كوماندز ونشوف بيها اللي احنا بنقوله ده فعلا فارق ازاي. يلا بينا. طيب اوكي، احنا دلوقتي في فيجوال ستوديو كود، فتعالوا نشوف هنا ده الابلكيشن بتاعنا. هو سيمبلي فايل واحد index.js، في ان انا هنا بعمل اكسبريس ابلكيشن بديفاين البورت، وعملنا 2 اند بوينتس، وهنا بقول له انا عايز الابلكيشن بروسيس دي تلسن على البورت ده، ولو ما بتلسن
لو الدنيا تمام console log ان السيرفر running على البورت ده سيمبل ابلكيشن والباكجز والسكريبتس بتاعته. طيب مش عايزين نركز عليه كتير، الفكره بالنسبه لي في الدوكر فايل، وده اللي احنا شفنا هناك الكومباريزن بين الباد والبرودكشن، فمش هعيد الحته دي تاني، خلاص اوريدي الكود ده احنا شفناه هناك. احنا عايزين نرن شويه التشيكس اللي بيها نقدر نقارن ونشوف. طيب مبدئيا تعالوا نبيلد التو ايمجز علشان نقارن السايزز، هتبقى اول مقارنه، ونبتدي نبص على اللايرز والفولنربيليتيز والسكيورتي. ماشي. انا هنا عملنا اول بيلد. طبعا هو اصلا وانا ببيلد قال لي اصلا وورنينج ان انت عندك سنسيتيف داتا حاططها في اللاير ده كده مبدئيا. تعالوا نبيلد البرودكشن. طيب كده عملنا بيلد الاثنين. اول كوماند هنكمبير بيه وهو الكوماند ده docker images الاب، وهنعمل بيه تيبل نكمبير الريبوزيتوري والتاج ونعرض السايز والكرييتد سينز. فنلاقي هنا بصوا الفرق، البرودكشن ايمج 140 ميجا بايت، الباد 1.17 جيجا بايت. ففرق سايز مرعب ما بين ان انا البراكتسز اللي احنا عملناها بقى كلها استخدم الباين ايمج، ايه اللي بقى انستوله، ايه الدوكر اجنور بيجنور ايه، كل التفاصيل دي. طيب تاني مقارنه ان انا عايز اشوف اللاير يوزنج السي ال اي اللي اسمها دايف، استخدمناها قبل كده مع بعض. فتعالوا ندايف جوه الباد ايمج ونشوف كده اللايرز اللي فيها. انا يهمني هنطلع بيها ان احنا هنشوف الويستد بايتس قد ايه. هتلاقوا هنا في ويستد بايتس 9 ميجا ويستد، وهنا هتلاقوا التفصيل بتاعت اللايرز. تيجي نبص على التانية، دي كانت الويستد 9 ميجا لو فاكرين. هنا الويستد بايتس 400 كيلو بايت، فرق رهيب جدا ما بين الاتنين. فده يوريك برضو على ليفل اللايرز، اشوف الويستد بايتس قد ايه في الايمج لايرز، فرق ما بين الاتنين كبير. طيب تعال نشوف الدوكر هيستوري، هنعرف نشوف السيكريتس في الباد. هلاقي انا لو حد عرف يعمل دوكر هيستوري على الايمج بتاعتي هيعرف يجيب الداتابيس باسورد عشان انا حطيته في اللاير بالمنظر اللي احنا شفناه في الاول. انما التانية ما حطيناهاش، فبالتالي مفيش. لو جيت اجراب على انف اسيرش يعني على اي حاجه اسمها انف عندي في الفايل في الايمج لايرز ان جنرال مش هلاقي. طب تعالى نعمل سكان بسي ال اي تول اسمها تريفي للفولنربيلتيز بتاعت الايمج الباد عشان نشوف فرق الفولنربيلتيز ما بين انك تستخدم بيز ايمج والباين ايمج قد ايه فارق. فتريفي هي تول مهمه قوي بنستخدم لسكاننج الايمجز كونتينر ايمجز. فلو طلعنا هنا فوق في كذا بورت، في حاجه لها علاقه بنود جي اس، عندنا واحده هاي، ودول بتوع البيز ايمج. خلينا كده نطلع فوق، هنلاقي رقم كده كبير هنشوفه دلوقتي. كده زوم اوت شويه. عندنا في البيز ايمج اللي هي الليبيان مش الالباين في 365 فولنربيلتي، طبعا رقم مرعب. لما نيجي نبص على التانية ونقارنهم ببعض، دي اللي هي البرودكشن، هتلاقي هنا كام؟ مفيش اصلا. يعني بص هنا الفولنربيلتيز على الالباين زيرو. نيجي نبص هنا في بس هتلاقيهم اقل بكتير. هنا في 11 على ليفل النود. هتقولي دول اكتر من التانية، اقول لك بس هي فيها كذا لاير، فاللاير اللي فوق اقل بكتير. التانية دي ممكن تبقى حاجات سبيسيفيك لنود فيرجن 20، لان التانية كانت نود ليتست، فممكن الليتست يكون حلت حاجات اكتر من نود 20. فممكن ناخد النود الليتست بس الالباين
ونقارن، بس كده كده كاوفر اول هي اقل بكتير، الثانيه كان فيها 300 وشويه فولنربيلتي. اوكي. حته الهيلث تشيك طبعا انا اقدر ارن ده واجي انسبكت على الهيلث تشيك مش هلاقي في الباد، كده كده احنا مش عاملين. بس تعالى نعمل رن ونشوف. هنا عملنا رن للكونتينر، وتعالى نعمل انسبكت بنل، مفيش هيلث تشيك في الباد، ودي حاجه احنا عارفينها. فتعالى نريموف الرننج كونتينر ده، ونرن واحد على الايمج البرود، بعد كده انسبكت، هلاقيه بيقول لنا ستاتس هيلثي. ودي مهمه قوي ان انا اقدر اعرف اصلا الايمج بتاعت الكونتينر بتاعي اللي راننج من الايمج بتاعتي هيلثي ولا لا. ان انا ما اعرفش دي مشكله، محتاج ابص بقى على اللوجز ومحتاج ادخل في ديتيلز اكتر عشان اشوف. فاحنا كده غطينا معظم الحاجات. هتلاقي يعني الفايل بتاع النوت ده انا عامله عشان اقدر اكومبير ما بين الاثنين سكشن باي سكشن او بيلر باي بيلر. فاثبت لنا اثبتنا ان كسايز، كلايرز انسبكشن، كسيكريتس ليك، كفولنربيلتي سكان، كهيلث تشيك، ازاي ان انا الدوكر فايل اللي هو البرود احسن ان انا استخدم البراكتيسز الصح، في ان انا ابقى فاهم التكنولوجيا اللي انا بستخدمها ايه الاوبتمايزيشنز اللي معموله، زي نود اند برودكشن دي حاجه سبيسيفيك الاكسبرس. الام بي ام سي اي دي لازم تكون شغال بنود، بس انت هتشوف المقابل ليها في بايثون، في جو. نفس الفكره، فكره ان انا بران مش بروت يوزر، بس ممكن استخدم روت يوزر في الستبس اللي فوق لحد هنا. لا انا عايز اران البروسيس بتاعتي بنون روت يوزر عشان ابقى مدي الليست بريفليج زي ما قلنا. فكل النقط دي مهمه جدا لما باجي اتشيب ابلكيشن كونتينرايزد للبرودكشن. فاتمنى احنا كده خلصنا السيشن النهارده، اتمنى انه لا الحلقه دي تبقى عجبتكم. انا بنزلها متاخر انا عارف عن الساعه 7، بس يعني حصل شويه كده ظروف النهارده. فقولوا لي رايكم ايه في الكومنتس، وشير الحلقه دي مع اصحابك او صحابكم اللي ممكن يبقوا شايفين دي حلقه مفيده بالنسبه لهم. واشوفكم يوم السبت الجاي. سلام.